في الحرم العلوي في مشهد مطموس. ما هو؟ رأس الحسين. قدماء النجفين يدرون مكانه وين. يا أخي روايات متواترة عن أئمة أهل البيت. الإمام الصادق كما يقصد زيارة أمير المؤمنين قبر أمير المؤمنين يقصد زيارة موضع الحسين بعده في جامع الراسي. كيف يغيب هذا المعنى؟ كيف يغيب؟ تعبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء ده مشعر إلهي مو واقف بشري، مشعر إلهي. انت لاحظ الروايات اللي ذكرها السيد عبد الكريم ابن طاووس في فرحة الغريب، وذكرها ابن قولويه في كامل، وغيرها من مصادرنا العظيمة. ما يأتي جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه يزور قبر مين ويمشي خطوات الساعة، ما ندري وين صايرة للأسف مطموسة. سيدنا الجليل سيدنا غير يحيى هذا الشيء من سنة الوهابية. 500 مشهد من مشاهد النبي في مكة والمدينة طمست. موضع ولادة فاطمة طمس في مكة، كذا كذا طمس، وهذا خلاف المسلمين. مو تقول لي بعد الشيعة، كل المسلمين. زي يا أخي هذا مكان موضع رأس الحسين. صادق آل محمد يأتي يزور قبر ميمون يوصل ركعتين ويزور موضع رأس الحسين ويصلي ركعتين. بالتالي مصباح المتهجد الشيخ الطوسي خذ المصادر الأصلية، دع عنك المصادر المتأخرة وأنعم بها وأعظم، بس أقصد المصادر الأصلية، مو رواية 2 3 10 20. أسد سيدنا هذا بحث آخر. احنا كلامنا في وين؟ البصمة الإلهية الشبكية الملكوتية. موضع رأس الحسين صلوات الله عليه. أصلا الزيارات الموجودة في زيارة يزور الحسين مو تتجه لكربلاء، اتجه لذاك الموضع القريب من قبر المؤمنين وزور. غفلة كثيرة عند الفضلاء. هو هذا أصلا زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء العظيمة 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 كما يقول الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد اليزدي وغيرهم. وين تشريحها؟ تشريحها لأنه الإمام الصادق يزور قبر المؤمنين ويزور موضع الحسين رأس الحسين بزيارة عاشوراء. أصل زيارة عاشوراء شرعت هنا، مشعر إلهي، بصمة ما نقدر نفرط فيها كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء. في بيوت يعني شوف هذا درجة من درجات تلك البيوت دي البصمة الجغرافية.